مرحبا بكم، مساء الخير متابعي قناة أسامة فارم. أتمنى أن تكونوا بخير. عنوان الفيديو لهذه الأمسية هو سلالات الأغنام في الجزائر. يعني وجدت صورة تجمع مختلف السلالات الخاصة بالأغنام في الجزائر، فقمت ببحث بسيط أردت أن أشارككم به. أولا مع كبش أو السلالة المعروفة جدا، وهي سلالة لا جلال. اللون هو أبيض كليا، أما الموطن ففي المناطق السهبية في السهوب الجزائرية، ويتميز بأنه أكبر سلالة في الجزائر من حيث الحجم، ومعروف أيضا بجودة اللحم وسرعة النمو، وهي قليلة الصوف نسبيا وسهلة التسمين. بالنسبة للسلالة الثانية وهو كبش الدمان، حيث يتميز بلونه الأسود الكامل، ومنشأه في الواحات الجنوبية في الجزائر، خاصة منطقة غرداية ومنطقة توات. بالنسبة للخصائص فهذه السلالة صغيرة الحجم، لكنها ممتازة في التوالد، وغالبا ما تلد مرتين في السنة، ما يجعلها مثالية للتكاثر. السلالة الثالثة عندنا كبش الحمراء أو الأحمر، ذلك الذي كان في العملة الجزائرية القديمة. عملة أظن نحن كنا نقول 40 دورو، عملة 20 سنتا أظن. اللون بني محمر، المنطقة في مناطق الهضاب العليا. أما بالنسبة للخصائص فهو مقاوم جيد للبرد، وذو لحم لذيذ ومتوسط الحجم، ويستخرج منها صوف جيد. بالنسبة للسلالة الرابعة وهو كبش الرمبي المعروف أيضا، يتميز بلونه بني فاتح. أما بالنسبة للموطن فهو منطقة غليزان ومعسكر، في الغرب الجزائري. ذو خصائص تشبه كثيرا سلالة لا جلال، ولكنها أصغر قليلا من حيث الحجم، وجيدة في إنتاج اللحوم والصوف. هناك أيضا كخامس سلالة الكبش البربري، الذي يتميز بلونه الرملي، وهو غني بالصوف في منطقة القبائل، وهي سلالة جبلية تقاوم الظروف الصعبة وتعيش على الأعلاف البسيطة ومناسبة للتربية التقليدية. هناك كبش السداحو، يتميز بأنه أسود بقرون قوية ملتفة. أما بالنسبة للخصائص فهو نوع نادر قوي البنية، يستخدم غالبا في مسابقات الكباش نظرا لقوته. هناك أيضا كبش البربرين، وهو رمادي فاتح أو أبيض أحيانا مع ذيل دهني. بالنسبة للموطن فهو شمال إفريقيا على العموم، موجود أيضا في تونس وليبيا كذلك. بالنسبة للخصائص فهو معروف بذيله الذهبي الذي يستخدم كمخزون، ذيل دهني أقصد، يستخدمه كمخزون طاقوي يتحمل الجفاف بشكل جيد. وأيضا هناك الكبش السرندي المعروف، وهو ذو لون مميز بخطوط أو دوائر رمادية وسوداء أيضا في منطقة الوجه أو الرجلين. الخصائص هو نادر نسبيا في الجزائر، معروف بمظهره الجميل وينتشر في بعض مناطق الغرب. هناك كبش الإيفيلين، أسود وأبيض، هو معروف في منطقة القبائل الكبرى. يتميز بأنه صغير الحجم، خفيف الحركة، مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة في الجبال. وأخيرا وكسلالة عاشرة كبش التزغرد، وهو رمادي فاتح مع بعض السواد على الرأس، ينتشر في منطقة الأوراس. بالنسبة لخصائصه متكيف مع المناطق الجبلية، جيد في إنتاج اللحوم، يتغذى على النباتات الجبلية. أشارككم أيضا هذا الجدول، هو جدول مقارنة بين هذه السلالات من حيث اللحم
والصوف والمقاومة المناخية، وأيضا التكاثر من حيث إنتاج اللحم، يعني كل سلالة، وأيضا إنتاج الصوف والقدرة على التكيف مع المناخ، الخصوبة وعدد الولادات، مع بعض الملاحظات التي ممكن أن تفيدكم، حيث أن سلالة الدمام تعتبر من أفضل السلالات للتكاثر المكثف كما قلنا قبل قليل، حتى ممكن أن تتوالد مرتين في السنة. أولاد جلال تبقى السلالة التجارية الأولى في الجزائر بسبب وزنها الكبير وسهولة تسمينها. البربرين مميزة بقدرتها، يعني تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف بشكل بفضل ذيلها الدهني. أما السلالات الجبلية مثل الإيفلين والتازغروت فمناسبة للمناطق الباردة والمرتفعة. في الأخير أود أن أشكركم، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم واستفدتم منه قليلا. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء في الملتقى في قناتكم أسامة فارم.